السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهاردة فيديو جديد، وقبل ما نبدأ اي حاجة كده، هو الواحد تقريبا نسي المقدمة او نسي الدخلة بتاعة الفيديوهات. من زمان ما عملناش فيديوهات، وكل فيديو نقول من زمان ما عملناش فيديوهات وننتظم، ولا بننتظم ولا اي حاجة. بس ما علينا، قبل ما نبدأ اي حاجة كده ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ثانيا تحطوا له لايك للفيديو. ثالثا وده الاهم، اللي مشتركش معايا في القناة فضلا وليس امرا، نضغط على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو ونفعل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد ننزله. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ ندخل بقى في التفاصيل على طول. هو انا ما كنتش عامله حسابي بصراحه ان انا اصور، انا كنت عادي يعني هعمل الحاجات دي عادي كده من غير تصوير. بس قلت يعني انا ما عملتش فيديوهات من زمان، فنعمل بقى فيديوهاتنا مع بعض. اول حاجه كده ايه، حطيت حله ميه على النار. هسيبها لغايه ما تغلي الميه دي. بقى هنعمل بها ايه هنعرف بالتفاصيل كده واحنا ماشيين. بس قبل ما نقعد بقى ايه ونخرط الجزر وكده، نحط حله ميه على النار ونسيبها تغلي ونطفي ونسيبها لغايه ما تهدى خالص. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كذا حاجة بالجزر كده النهاردة. طبعا الأيام دي بقى ايه أوان الجزر وكده، واللي عايز يفرز جزر فده بقى أيامه وأيام التفريزات وكده. المهم هنا أول حاجة هعملها بقى بالجزر اللي معايا. أنا مش معايا كمية كبيرة، يعني أنا أصلا كنت جايبة على بعضهم كانوا كيلو ونص. شلت منهم كام واحدة على جنب، والباقي قشرته كده زي ما انتوا شايفين. هعمل بيه كذا حاجة. طبعا انتوا بقى انا هديكوا افكار، وانتوا بقى على حسب الكمية بتاعتكوا والكمية اللي هتعملوها اي خطوة بقى من الخطوات اللي جاية دي. قشرت طبعا الجزر وغسلته كويس قوي. وهنا بقى يعني هقطعه مكعبات. الجزر ده هيتفرز للبسلة. آه، آم، طبعا البسلة، طبعا ايام البسلة برضو جاية. فبنخزن الجزر مع بسلة. ممكن البسلة نحط فيها الجزر ونخزنهم الاتنين مع بعض، اللي هو نقلب الجزر في البسلة كده وهي خضرة، ونفرزهم الاتنين مع بعض. بس انا كان عندي بسلة، ما كنتش وقتها في جزر يعني، فانا هفرز الجزر ده لوقت ما اطلع البسلة اطلع شوية جزر. انتوا زي ما انتوا شايفين كده هقطعه مكعبات وهحطه في كيس في الفريزر. وبس كده، ده كده تفريز الجزر بتاع البسلة. او مثلا هتعملي شوربة خضار او حاجة فيبقى متفرز جاهز. هنا بقى معانا تاني خطوة، ده بقى اللي كنا بنغلي له المية. هنعمل مخلل جزر. هجيب بقى القطاعة اللي هي المشنشرة دي. لو عندك اللي هي المشنشرة دي عادي، مفيش بالسكينة مفيش اي مشكلة. طبعا مخللات بقى وحاجات، انتوا عارفين ان المخللات دي بتبقى حاجة اساسية في الاكل، هي اللي بتفتح النفس اثناء الاكل وكده. وبصراحه انا ما كنتش بحب يعني المخللات بتاعت بره دي. ما يعني من ساعه ما بقيت اجرب ان انا اعمل مخللات في البيت وكده والاقيها بقت كويسه وطعمها حلو يعني واحسن من بره. بصراحه بقيت اقرف من المخللات بتاعت بره. فطالما احنا نقدر نعمل حاجه كده ايه بايدينا ومضمونه وحاجه حلوه، يبقى نعملها في البيت احسن واوفر وانضف وكل حاجه. فبعتذر بس عن الاضاءه، لان الستاند عندي المتابع يعني من قبل كده الليد بتاعت الستاند محروقة. فهقطعه كده بقى ايه تقطيع عشوائي. بس انا يعني مش عاملاه عشوائي اللي هو مثلا كبير في صغير، لا انا بحاول لحد ما برضو ان انا ايه اسويهم. يعني بقطعها حلقات كده وبعدين اجيبها بالعرض تاني. انت عايز بقى دواير ماشي، عايزها تقطعوها زي صوابع كده زي البطاطس، بالسكينة بتاع المشنشرة دي، اي حاجة. هخلص بس اللي معايا ده. وبقيت معايا جزرية واحدة هقولكوا هنعمل بها ايه. يعني دي اللي كانت متبقية، يعني هوريكم بها ايه خطوة كده على السريع. انا زي ما قلتلكوا انا مش جايبة كمية كبيرة، بس انا هوريكم افكار، لان انا ما كنتش عاملة حسابي ان انا هصور. انا كنت هعمل مخلل وهعمل واقطع الجزر اللي هو بتاع البسلة ده. انتوا عارفين بقى، شايفين الجزر رخم وبيبقى ناشف بقى وكده فبيطير. المهم انا النهارده كنت ناويه ان انا اعمل المخلل والتفريز اللي هو بتاع البسله ده، الجزر اللي هو مكعبات. بس في فكره تالتة بقى ايه هوريها لكم. هي دي برضو بتتعمل برضو بأوان الجزر والبرتقان. انا هنا عندي بقيت جزرة، يعني هوريكم بيها فكرة. الجزرية ديت هناخدها نسلقها زي ما انتم شايفين معايا الكنكة. طبعا لو هنعمل كمية كبيرة للخطوة اللي جاية دي هنسلق في حلة. فخدت الجزرية دي خدتها تتسلق، فحطيتها كده على النار على ما تتسلق بقى كده زي البطاطس بالظبط. هنحط عليها مية، مش هنضيف لها اي اضافات، وهسيبها لغاية ما تتسلق زي البطاطس.
طبعا الحلة دي انت شفتوها معايا في البداية، دي اللي كنت بنقول هنغليها ونسيبها لغاية ما تهدى. طبعا ما كنتش بغليها عشان الجزر بس، انا كنت بغليها علشان هنعمل بيها المخلل الجزر. جزر وخيار. هو عامة الواحد لما يعني المفروض لما نعمل مخلل نعمله بمية مغلية، ما يبقاش من مية من حنفية او مية اللي هي عادية، لا نغلي المية الاول ونسيبها لغاية ما تبرد او تسقع تماما، وبعدين نستخدمها للمخلل. ليه بقى مياه مغلية؟ علشان ما تعملش ريم، يعني بتدي معاكي ايه وقت اطول كده لمية المخلل، ان هي ايه ما تعملش ريم ما تتغيرش. لا المياه المغلية بتدي نتيجة افضل من المياه العادية بتاعة الحنفية. فالمهم بقى البرطمان اللي انا جبته لقيت ايه شوية الجزر مش هيبانوا فيه، فكان عندي برضو شوية خيار كده، قمت جايباهم على قرنين شطة. الشطة دي كانت حامية قوي، قطعتهم. ونجيب بقى البرطمان الحلو بتاعنا ده، طبعا يكون مغسول ويكون نظيف وحاجة مية مية. أه هحط فيه بقى الجزر والخيار والشطة والمية. اصلا اللي معايا كانت حاسة ان هي ايه لسه سخنة شوية، فطبعا مش هينفع ان احنا نحطها سخنة ولا دافية حتى. حطيتها في التلاجة شوية كده ايه تسقع، عشان يعني السخونية اللي فيها تروح تمام. رج رج ايه خفيفة كده، بحيث ان هو يتجانس كله مع بعضه ويتلخبط كله في بعضه. معايا هنا 3 فصوص توم وورقتين لورا. انا كان عندي ورق اللورا يعني كان متكسر، فمفيش مشكلة. هنضيف معلقة سكر. معلقة السكر ديت زي حافظ للمخلل وما يخليهوش ينعم. السكر معلقة سكر كده تخلي المخلل ايه فريش كده وبيخرفش معانا لاخر واحدة مخلل هتبقى معانا. فحطيت سكر والملح، طبعا الملح ايه نظبط كمية الملح بتاعنا، وورق اللورا، وكان كام فص توم. طبعا الشطة أنا لو عايزينه حراق بنحط قرون شطة. انا كان عندي قرنين اكتفيت بيهم، لانه الشطة اللي كانت معايا كانت حراقة قوي، فحطيت قرنين كده قطعته. وبس كده. المية بقى كانت ساعت معانا. حطينا بقى الحاجات بتاعتنا، السكر والملح والورق اللورا والثوم وايه تاني وبس. عايزين تضيفوا معلقة خل مفيش مشكلة. وحطينا بقى المية بتاعتنا ورج كويس قوي قوي، بحيث ان السكر والملح يدوبوا. انا ما دوبتهمش في المية، اللي عايز يدوبهم في المية ماشي، بس انا خفت ان انا ادوبهم في المية تطلع المية كتير، فابقى توهت الملح والسكر في المية ويتبقى معايا مية. لا، فانا حطيتهم كده على الوش الاول، وبعدين حطيت المية ورجيتهم كده لغاية ما دابوا وحطيتهم في جنب. ممكن تدوق المية ان حسيتي ان هي محتاجة ملح زودي ملح. تمام تمام مفيش مشكلة. انا بقى جبت الجزراية كانت اتسلقت، وكان معانا بقى برتقان. بصوا عشان ما تتوهوش، بس انتوا هتقولوا طب احنا خلاص خلينا المخلل وحطيناه في البرطمان، ايه اللي قدامنا على البلانشة ده؟ هو انا اللي كنت مقطعة الجزر والجزرايه بتاعت اللي هي البرتقان دي اللي انا بعملها، عشان البرتقان دي كانت بتتسلق. فانا قشرت البرتقان قبل ما كنت اقطع الخيار. فانا كنت بصور مقاطع كده، وفساعة المونتاج طبعا انا مش هجيب لكم حتة من البرتقان على حتة من الخيار على حتة من الجزر على حتة من مش عارفة فين. فانا في المونتاج ظبطت يعني الفيديوهات، اللي هو بحيث مثلا المخلل جبتوا ليكوا طريقته من اوله لاخره، تقطيع البسله كذا، سلقان الجزر كذا، فعمال البرتقان بالجزر. فانا رتبت الفيديوهات على بعضها بحيث كل طريقه ابقى عامله خطواتها مع بعض. انما طبعا اثناء التصوير مش متساوي كده، ان انا ايه لا عادي كنت شغاله في المخلل وشغاله في البرتقان وشغاله في سلق الجزر وتقطيع، يعني كنت بعمل كل حاجه في وقت واحد. بس طبعا اثناء التصوير او المونتاج خليت كل طريقة ايه يعني ايه قدامكم من بدايتها لنهايتها. ما علينا بقى. اللي هنا كنت قشرت، كان عندي برتقانتين قشرتهم، وحطيت بقى الجزر اللي هو المسلوق ده كان طري خالص كده، كان عامل زي البطاطس. نضيف بقى كمية السكر بتاعنا. اللي عايز يحط عسل ابيض مفيش مشكلة. طبعا الايام دي بقى الشتاء وبرتقان وفيتامين سي وحاجات بقى، ومحتاجين برتقان وحاجات من دي عشان البرد وكده. ف وكمان في جزر، فالعصير البرتقال مع الجزر ده بيبقى جميل قوي قوي قوي، يعني بيدي طعم حلو قوي للبرتقال، وطبعا مفيد وكل حاجة يعني حلو عشان البرد، حلو عشان فيتامينات فيتامين سي. سواء برتقال طبعا الجزر ليه فوائده برضو، فالاتنين لما بيتعاملوا مع بعض بيبقى جميل قوي قوي، يعني طعمه بيبقى حلو، بيدي لذاذة كده لعصير البرتقال. فنصفي بقى كويس. طبعا البرتقال لازم يتصفى علشان
الحاجات اللي بتبقى فيه دي لازم نصفيها كويس. شايفين بقى معايا المصفى الكبيرة دي اصفي بيها وبس كده. ادي كده بقى ايه، كانوا 3 خطوات معانا. لونه جميل وطعمه جميل والجزرة مديها لون حلو كده، لان البرتقان اللي معانا برضو ايه، البرتقان الايام دي لسه ما بقاش لونه برتقاني كده اورنج، لا لسه يعني ما بين البنين كده، ما بين اخضر واورنج مصفر شويه. فالجزرة بقى بتدي لون وطعم جميل قوي. بس كده وفيديو النهارده خلص. عايزاكم بقى تجربوا. طبعا اللي هيعمل العصير الجزر ده ممكن برضو ان احنا نخزنه، يعني عصير الجزر البرتقال على جزر، يعني الجزر ممكن ان احنا نسلقه ان شاء الله. لو امكن اعمل لكم فيديو تاني ان احنا نخزن البرتقال مع الجزر. لو هنخزنه بيتسلق برضو ويتعان مسلوق في الفريزر مع البرتقال. لو امكن هعمل لكم فيديو تاني، بس انا ايه اديتكم افكار بسيطه لان ما كنتش عامله حسابي بصراحه ان انا اصور. وادي الجزر حطيته في كيس كده يتفرز في الفريزر زي اي حاجه، وهطلع على قد الاستخدام. انتوا بقى وكمياتكم تعملوا نفس الكميه اكتر اقل. عملنا مخلل بقى جميل، عملنا عصير برتقال بالجزر. شايفين بقى حاطلكوا ديكور بقى 3 جزرات، اللي هو يعني ايه المحتوى بتاع النهارده. والفيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. طبعا حبايبي الحلوين اللي وصلوا معايا لغايه هنا يعني ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. هانت اهيت، يعني ربنا يسهل بقى ونقرب على الألف. انا عارفه والله ان التقصير مني انا اللي ما بصورش باستمرار، بس مش عارفه عشان قله التفاعل ولا عشان الواحد فقد الشغف ولا في ايه بالظبط. بس نعمل اللي علينا بقى والباقي على ربنا. تنسوش بقى الاشتراك في القناه، تحطولي لايك جميل، واستنوني فيديو جديده. اشوفكم على خير، مع السلامه.